القطب الجنوبي. القطب الجنوبي. عن ماذا تبحث؟ فلا حاجة لك في القطب الجنوبي. انطيني مجال من رخصتك. يعني انت جاي توترني من اللي عليه زايد. القطب الجنوبي وين؟ هذا القطب الجنوبي. لا شنو هاي الدائرة؟ العفو، انت قلت لي انه صورتوها بالاقمار الصناعية مثل ما هي؟ نعم إنها كذلك، فالقمر الصناعي يدور حول الأرض ويلتقط الكثير من الصور فيتم تجميعها على هذا الشكل كما هي. لا كما هي شنو؟ تعال شوف لي شنو هنا، اكو شيء مو طبيعي. شنو هاي النقطة البيضاء؟ شنو هذا التشوه؟ العفو، ممكن توضح لي شنو هاي؟ عذرا، لا وقت لدي لأضيعه معك أكثر من ذلك. لقد أعطيتك الدليل واعتمد على ذلك، ودعك من المسطحين الذين يقولون خلاف العلم. لا عن اذنك. شنو حبيبي؟ اصبر لي ثواني. ممكن توضح لي شنو هاي؟ اكو شيء مو طبيعي. هاي مفبرك، هذا تزوير للحقائق. هذه الصور مو من قمر صناعي. والله لا افضحكم. افعل ما أنت فاعل فإن القطيع نيام. أخذنا الصورة وديناها إلى فوتوشوب. خلينا نشوف شكو. خلينا نغير شوي بالعنوان. الله، شنو هاي التفاصيل؟ كأنه تتجمع كلها بنقطة واحدة. شنو معنى هالكلام؟ وضحت أكثر. خطوط شعاعية تجتمع في نقطة واحدة. بس شنو معنى هذا الكلام؟ لتعلم الحقيقة اذهب وأتي ببيضة. أتي ببيضة؟ ورقة A4 تفيدك؟ هاي ورقة. جعل الورقة المسطحة تلتف فوق. خليناها بالسنتر. هيج تمام. أحسنت. والآن أقوم بقطع الأطراف الزائدة. قطع الأطراف الزائدة. هسه القطب الشمالي هنا، وهنا القطب الجنوبي. أقطع الأطراف الزائدة. القطب الجنوبي مشوه. القطب الشمالي صافي. الآن انظر إلى الورقة كيف أصبح شكلها. حلو. إذا معناه مرت طائرات من فوق الأرض فصورتها بجميع تفاصيلها، فحتى يجعلوها كرة أرضية اضطروا يسووها بهذا الشكل، ويظهر هذا التشوه عندنا اللي صار في جوجل ايرث.